طمنا عليك. قال لك قلت له تقول ايه للشعب المصري؟ قال لك للشباب المصري، قال لك انا عايزهم يبقوا رجاله. صحيح. الشباب المصري طول عمرهم رجاله، وانا عايز اعرف من السيد صفوت الشريف ايه مفهوم الرجال بالنسبه له الحقيقه. طيب مين هو يعني الراجل من وجهه نظره؟ ده الراجل اللي يسقط على الظلم ولا الراجل اللي يتحدى الظلم؟ مش عارف الحقيقه. يعني هو اهم حاجه انه يعني ده اللي احنا ختمنا بيه المكالمه الحقيقه، انه رساله السيد صفوت الشريف. المكالمه دي كانت ختمه رائعه. يعني هي الرساله خليكوا رجاله. أيوة، وكل واحد يفهمها. يا ريت يكون سمعنا السيد صفوت الشريف يقول لي ايه مفهوم الرجوله بالنسبه له؟ الرجوله هي الصمت على الفساد ام الرجوله هي مقاومه الفساد؟ الرجوله الصمت على المحسوبيات ام مقاومه المحسوبيات؟ هو رسلك امبارح السيد صفوت الشريف مشكورا انجازات الحكومه خلال السنين الطويله 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 اللي فاتت. ما خدش باله من انه في كميه فساد رهيبه قالها الدكتور زكريا عزمي بنفسه، ان الفساد في البلد واصل للركب. ما خدش باله ان في شهوي، ما خدش باله ان في محسوبيات، ما خدش باله ان في ابناء مسؤولين جنوا ثروات طائله من وراء وجود ابائهم في المناصب. ما خدش باله من كل الحاجات دي وحاجات وحاجات وحاجات. طيب استاذ محمود، لو كنت طلعت على الهوا امبارح في مصر النهارده، كان غالبا السيد صفوت الشريف هيدخل معاك في مداخله على الهوا، وكنت هتقدر تساله كل الاسئله اللي بتطرحها دلوقتي، وبتتمنى انه يكون كان موجود. بس بنتهز فرصه ان انا موجود معاكي في قناه حره بيقودها رجل اعمال شريف نجيب ساويرس. انا بحييه جدا وبحييكي جدا على انك انت بسيطه جدا وسهله جدا، وفي نفس الوقت انت يعني قويه جدا في نفس الوقت في اسئلتك وفي حواراتك مع مسؤولينك، وعملتي تغطيه اعتقد ان الشعب كله سعيد بيكي وسعيد بيها خلال هذه المرحله الحرجه والحاسمه والفارقه في تاريخ مصر. شهاده اعتز بيها من اعلامي كبير استاذ محمود. طيب طمنا عليك، هو دور برد ولا مش دور برد؟ انا يا حبيبتي ما فيش برد ولا حاجه. انا حصل خلاف بيني وبين يعني واحد قيادات التلفزيون او قياده كبيره في التلفزيون، حصل خلاف في وجهات النظر، وانا لي رؤيه وهو لي رؤيه، وطبعا لان هو المسؤول فطبعا اصبحت رؤيتي انا غير متاحه ان انا اقولها، وبالتالي اعتذرت عن الظهور، وانا محترم رؤيته ومحترم وجهه نظره. وانا على فكره هقول لك حاجه حكي عليها، انا لو مطرحه كنت منعتني من التلفزيون لان هعمل له مشاكل. يعني انا لو مطرح المسؤول كنت منعت محمود سعد من الظهور في التلفزيون. انا سبب حقيقي ماليش مكان دلوقتي، انما يمكن يكون لي مكان في فتره اخرى ان شاء الله. بس هل ده معناه انه يعني دي نهايه ظهور محمود سعد على التلفزيون المصري لحين اشعار اخر؟ والله يا استاذ ريم، هو اللي حصل ان انا صحيت الصبح لقيت مكتوب خبر مطلعه وزاره الاعلام، ما اعرفش مين اللي مطلعه، بيقولوا انه مطلعه مكتب مساعد وزير الاعلام الاستاذ احمد طه، وانا بكن لاحمد طه كل احترام وكل تقدير، وبكن لوزير الاعلام كل احترام وكل تقدير، ومقدر تماما الظروف اللي هو بيمر بيها واللي تمر بيها البلد. لقيت خبر بيقول ان محمود سعد منح اجازه مفتوحه. لا بأس، ما فيش مانع، يعني ما يجراش حاجه لما الواحد يريح في البيت اسبوع او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 7، مش مشكله. طيب انا محترمه جدا انه حضرتك مش عايز تتكلم عن تفاصيل سوء التفاهم. لا ده سوء تفاهم وارد في العمل باستمرار بالتاكيد، لكن هل ليه علاقه بالاحداث اللي بنمر؟ طبعا ليه علاقه بالاحداث، طبعا ليه علاقه بالاحداث. استاذ يعني محمود، انا ما اقدرش في احداث زي دي يا استاذ ريم ان انا اكون معبر عن صوت الناس اللي انا عايش وسطيهم، واللي انا هم اللي رفعوني وخلوني ابقى في التلفزيون، وخلوني ابقى متشاف، وخلوني ابقى انت بتكلمي دلوقتي في التليفون تعرفي اخباره. الناس دي ليها حق عليا، الناس دي ليها حق في البلد. كان لازم الكلام كله يبقى يعني يتقال، لكن في صعوبه، معلش مش مشكله. انا مش زعلان اطلاقا ومقدر، وانا اتخذت الموقف اللي يرضيني انا نفسيا، وبالتالي انا ما عنديش اي ضيق من اي حد الحقيقه. طيب يعني هي لا هي استقاله بالتاكيد ولا هي اجازه تقدمت بيها، هي ظرف لا استاذ ريم، انا ما اقدرش اقدم استقاله لان انا مش معين في التلفزيون، انا مش موظف في التلفزيون، انا ماضي عقد كل سنه بجدده كل سنه. فانا افسخ العقد اوكي، انما استقيل لا، ما عنديش استقاله. انما هم التلفزيون باعلانهم امبارح النهارده الصبح ان انا واخد اجازه مفتوحه، اعتقد ان هم كده يبقى فسخوا العقد. وانت مش زعلان؟ مش مشكله. عموما استاذ محمود، انت تشرف اي مكان يعني تتواجد فيه باي شكل من الاشكال. عايز اقول لك حاجه قبل ما اقفل. القضيه يا استاذ ريم ان مش مين اللي بيقول، القضيه ان الكلام يطلع ويتقال على الشاشه، وانتوا عاملين شغل رائع، سواء حضرتك
او سواء الاستاذه العزيزه منى الشاذلي وسواء الاستاذ معتز الدمرداش، مجموعه جميله جدا عامله شغل رائع وبتعبر عن الناس، وهذا يكفيني انا راجل كبرت في السن، ما بقتش فارق معايا حاجه غير انه اللي حسوا الناس يتقال في التلفزيون. انتوا قايمين بالواجب وبركه فيكم. ربنا يديك الصحه وما يحرمناش منك ابدا. بس انا هسالك سؤال اخير عن الناس اللي حضرتك كنت يعني تتمنى تعبر عنهم وتتاح ليك الفرصه اللي يعني لم تتاح وهم الخسرانين، يعني اسمح لي اقول كده. توقعاتك ايه لبكره؟ الناس دي نازله الشارع بكره، المفروض بكره اعتقد يعني الشباب المصري مش هيخذلنا. بكره اعتقد الشباب المصري مش هيخذلني ابدا ولا هيخذل الشعب المصري كله. الشعب المصري هيخرج في هدوء، في سلام، في محبه، في ود، يخرج يقول في ظلم في البلد، وده شيء جميل. رافعين شعار يا استاذ ريم: عيش، حريه، عداله اجتماعيه. اعتقد ان مفيش ارق من هذا الشعار: عيش، حريه، عداله اجتماعيه. ده من حق الشعب المصري انه ياخدها. شعب له تاريخ وشعب صاحب حضاره طويله جدا، من حقه ان يفوز بهذه المطالب الثلاثه. هو انا ينفع اسالك ان كنت نازل بكره ولا لا؟ ولك مطلق الحريه في عدم الاجابه. صحتي ما تستحملش، انا لو اتزقيت او وقعت مش هعرف اقوم. لا ربنا يديك الصحه. البركه فيكم. انا دايما عندي امل. نفسك معاهم. بصي يا استاذ ريم، انا قلت السنه ديت في بدايتها وانا كنت بسجل حلقه، اول حلقه كانت من كنيسه القديسين، انه انا بقول دي سنه الامل. بس الامل ده مش هيحققه غير الشباب، مش احنا يا حبيبتي فشلنا. ادينا البلد للشباب، فيها مشاكل كثيره جدا جدا جدا. على الشباب ان يحقق هو مستقبل مصر المأمول لدى كل المصريين وكل العرب، لان مصر هي هذه المنطقه. ان شاء الله يكونوا عند حسن مستقبل افضل من كده. ان شاء الله يكونوا عند حسن ظنك بيهم استاذ محمود. يا رب اتمنى ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك كريم جدا، بشكرك. الشكر ليك وشهادتك على راسنا جميعا من فوق. بشكرك شكرا جزيلا الاعلامي الكبير الاستاذ محمود سعد.